المهرجان الوطني للشريط التربوي الوثائقي تنظم النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في شخص جمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية. هذا المهرجان وصل هذه السنة دورته الثالثة، وبطبيعة الحال الكل يعرف أن هذا النشاط التربوي الفني جاء كثمرة من ثمرات المهرجان الإقليمي للمسرح والفنون التي دأبت جمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية على تنظيم كل سنة. سيصل هذه السنة دورته الخامسة عشرة. بطبيعة الحال لما طرح النقاش حول التيمة التي سوف نتميز بها عن باقي المهرجانات التربوية على المستوى الوطني، ارتأى الإخوة في المكتب الإقليمي على أساس أن يربطوا الوثائقي بالتربوي. إذن هنا كيطرح السؤال: لماذا الشريط التربوي الوثائقي؟ لأنه بعد نقاش توصل الإخوة أعضاء المكتب الإقليمي على أساس أن الشريط التربوي الوثائقي يجب أن يخدم العملية التربوية داخل القسم. فبالتالي واحد المجموعة من الأنشطة التربوية اللي أصبحت كتكون واحد الخزانة تربوية فنية رائعة، كتميز بها النيابة الإقليمية وأرشيف المكتب الإقليمي لجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية. فمجموعة من الأشرطة الآن أصبحت توظف من قبل العديد من الأساتذة، وخصوصا من قبل أساتذة منشطي الأندية التربوية الاجتماعية داخل القسم، إما في إطار البرامج والأنشطة التربوية اللي كتنظمها المؤسسة، أو في إطار خدمة موضوع معين. فمثلا الأشرطة التي تناقش العنف المدرسي توظف في إطار التحسيس بمخاطر العنف المدرسي. هناك أشرطة حول المخدرات، حول دائرة التصوف، بالإضافة إلى مجموعة من الأشرطة التربوية الوثائقية التي توثق للعديد من المعالم الوطنية. مثلا هذه السنة لدينا شريط تربوي وثائقي من مدينة أسفي حول الخزف، عندنا شريط تربوي وثائقي حول المدينة الأثرية مدينة وليدي. إذن فبالتالي هذا النوع من هذه الأشرطة كيخدم بالدرجة الأولى الدائرة الفنية اللي هي السينما، وبالتالي وفي المرتبة الثانية تخدم العملية التعليمية التعليمية داخل الأقسام من قبل العديد من الأساتذة المنشطين. بطبيعة الحال هذا النشاط هذا إطار الوطني، نتمنى أنه في الدورات المقبلة إن شاء الله ولنا أمل كبير بدعم العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والوطنية أننا سنصل به إلى مستوى أكثر إشعاعا من المستوى الذي وصل إليه الآن، علما على أنه الدورة الثالثة الأكيد أن المهرجان ما زال يعتبر في فترة الطفولة أو في فترة، كما سبق القول أن المهرجان الوطني للشريط التربوي الوثائقي في دورته الثالثة ما زال في مرحلة الطفولة صح القول. نتمنى أن يتطور إن شاء الله إلى ما هو أحسن، لا على مستوى التنظيمي وعلى مستوى الإنشاء وعلى مستوى العدد ديال الحضور. أملنا في دعم وسائل الإعلام اللي بالمناسبة كنشكروها جزيل الشكر، سواء منها الصحافة المحلية والوطنية سواء منها الإلكترونية أو الصحافة المكتوبة، فبدعمهم نتواصل وبدعمهم نستمر. شكرا.